الجيش لما رجع تسجيلات اليوم ده اكتشف إن الطيارة ما وقعتش من الأساس ولا اختفائها كان حادثة، لكن الكارثة الحقيقية إن الشخص اللي كان المفروض يحمل 239 راكب هو نفسه اللي قرر يدفنهم في قاع المحيط. تخيل معايا إنك راكب طيارة مسافرة في رحلة ليلية، النور مطفي وكل الناس اللي حواليك نايمين، والمضيفات خلصوا توزيع الأكل، وانت بتبص من الشباك مفيش أي حاجة بره غير ضلمة وسواد المحيط. طيارة وزنها أكتر من 200 طن مليانة بأحدث الرادارات والتتبع، وكل ثانية فيها متسجلة على شاشات المراقبة في الأرض. فجأة من غير أي إنذار، من غير صوت انفجار، من غير حتى ما كابتن الطيارة يبعت إشارة استغاثة واحدة، الطيارة دي بتتبخر من على كل شاشات الرادارات في العالم، وانت لسه قاعد في كرسيك. الطيارة لسه طايرة، بس بالنسبة لكوكب الأرض انت بقيت شبح. لأيام وشهور وسنين أساطيل من السفن وأقمار صناعية وغواصات بتدور عليك في قاع المحيط، لكن مفيش ليك أي أثر. إزاي في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه ده، عصر الGPS اللي بيقدر يحدد مكانك واللي بيقدر يجيبك مكان ما تكون وانت في أوضتك، حتى طيارة بحجم عمارة شايلة 239 راكب تقدر تختفي من على الأرض كأن الأرض اتشقت وبلعتها. النهاردة رحلتنا الأكبر وأعقد وأكثر لغز مرعب في تاريخ الطيران البشري، اللغز اللي دوخ المخابرات لسنين وحير العلماء لحد سنة 2026. النهاردة هنفتح ملف الرحلة الماليزية MH370. اربط حزام الأمان وركز في كل ثانية، لأن القصة دي ما فيهاش ولا صدفة واحدة. 8 مارس 2014، مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا. الجو هادي، سما صافية مثالية للطيران. على أرض المطار واقفة طيارة من طراز بوينج 370. الطيارة دي مش مجرد طيارة عادية، الطراز ده بيعتبر من أأمن وأقوى الطيارات في تاريخ الطيران. سجل الحوادث بتاعها يكاد يكون معدوم. طيارة متصممة إنها لو حصل لها أي عطل فني في نظام بديل بيشتغل فوراً، وفي نظام ثالث احتياطي للحماية. يعني فكرة إن الطيارة دي تقع كده لوحدها فجأة فكرة شبه مستحيلة. الطيارة دي كانت مكلفة برحلة روتينية عادية جدا، الرحلة رقم MH370 طالعة من كوالالمبور في ماليزيا ورايحة لمطار العاصمة الصينية بكين. رحلة المفروض بتاخد حوالي 5 ساعات ونص أو 6 بالكتير جدا. الركاب بدأوا يركبوا الطيارة 227 راكب من 14 جنسية مختلفة، كلهم راجعين من بلدهم، والغالبية صينيين راجعين من بلدهم بعد أجازة أو شغل، ومعاهم 12 فرد من طاقم الضيافة والقيادة. يعني مجموع الأفراد اللي كانت على الطيارة 239 بني آدم، 239 قصة و239 عيلة مستنيهم يوصلوا بالسلام. قبل ما الطيارة تتحرك خلينا ندخل كاميرا القيادة ونتعرف على الناس اللي أرواح كل الناس دي متعلقة في إيديهم. على الكرسي اللي على الشمال كابتن زهاري أحمد شاه، راجل عنده 53 سنة، مش بس طيار، ده يعتبر أسطورة في الخطوط الجوية الماليزية. كابتن زهاري شغال في الشركة بقاله 33 سنة وعنده أكتر من 18,000 ساعة طيران. راجل مهووس بالطيران لدرجة إنه باني جهاز محاكاة كامل جوه بيته عشان يطير عليه في وقت فراغه. شخص هادي محترم الكل بيثق فيه. وعلى الكرسي اللي على يمينه قاعد المساعد الأول، الشاب فاروق عبد الحميد، شاب 27 سنة وطموح جدا، ودي كانت تعتبر أولى رحلاته على الطراز بوينج 370، وكان بيستعد لزواجه قريب جدا الساعة 12:41 بعد منتصف الليل بتوقيت ماليزيا. كابتن زهاري بياخد الإذن من برج المراقبة، بيدفع محركات البوينج الجبارة، والطيارة بتنفع أنفها عن الأرض وبتطلع بسلاسة تامة في سماء الليل المظلم. لحد هنا كل حاجة ماشية زي الكتاب ما بيقول، مفيش أي مطبات هوائية، الرؤية واضحة، والطيارة بتوصل لارتفاع التحليق المثالي 35,000 قدم، يعني حوالي 10,000 متر. نظام الطيار الآلي الأوتو بايلوت شغال، وبيانات الطيارة بتتبعت بشكل دوري عن طريق نظام اسمه أكارز، وده نظام بيبعت تقارير عن حالة المحركات والأنظمة للشركة على الأرض عشان يطمنوهم إن كل حاجة تمام فوق. لحد دلوقتي إحنا قدام رحلة مثالية ومملة من كتر ما هي طبيعية، بس الممل ده كان مجرد هدوء بيسبق أبشع عاصفة هتسمعها. الساعة 1:19 طيارة طايرة فوق بحر الصين الجنوبي، وقربت تخرج من المجال الجوي الماليزي وهتدخل على المجال الجوي الفيتنامي. برج المراقبة في كوالالمبور بيكلم الكابتن زهاري عشان يسلمه لبرج المراقبة في فيتنام. إجراء
روتيني جدا. المراقب الجوي بيقول له الرحلة الماليزية 370 تواصل مع مدينة هو تشي مين وتصبحون على خير. صوت هادي جدا واثق ما فيهوش أي ذرة توتر. بيرد عليه الكابتن تصبحون على خير ماليزية 370. الجملة دي كانت آخر كلمة بشرية تتسمع من الرحلة MH 370 للأبد. المفروض إن الكابتن زهيري بعد الجملة دي يغير تردد الراديو ويكلم برج المراقبة الفيتنامي عشان يقول لهم إنه دخل منطقتهم. دقيقة بتعدي، دقيقتين، فيتنام ما بتسمعش حاجة. في اللحظة دي تحديدا الساعة 1:21 صباحا، بعد دقيقتين بس من آخر رسالة صوتية، بيحصل شيء مرعب ومستحيل. جهاز الترانسبوندر اللي جوه الطيارة بيتقفل. جهاز الترانسبوندر ده هو جهاز الإرسال اللي بيبعت إشارة للرادارات المدنية على الأرض، بيقول لهم أنا الطيارة الفلانية على ارتفاع كذا وسرعتي كذا، وهو ده اللي بيخلي الطيارة تظهر زي نقطة كده منورة على شاشات الرادار. فجأة النقطة المنورة دي اختفت من على شاشة مراقب الطيران في كوالالمبور، وما ظهرتش تاني أبداً على شاشة مراقب الطيران اللي موجود في فيتنام. الطيارة بقت عامية. المراقب الفيتنامي بدأ يتصل بماليزيا، انتوا بعتوا الطيارة مفيش حاجة ظهرت عندي. الماليزيين بيردوا برعب، ايه الطيارة اختفت من عندنا في النقطة الحدودية. فحاولوا يكلموهم على الراديو، مفيش رد. حاولوا يبعتوا رسائل للطوارئ وبرضه مفيش رد. في البداية فكروا ان الطيارة حصل لها انفجار مفاجئ في الجو او عطل كهربائي كامل دمر كل الأنظمة ووقع الطيارة في البحر في ثواني. وبالفعل بعد كام ساعة كوالالمبور بتعلن رسميا فقدان الاتصال برحلة MH 370، والعالم كله بيسعى على خبر كارثي، وبتبدأ أكبر عملية بحث وإنقاذ في تاريخ البشرية في بحر الصين الجنوبي. الصين بتبعت سفن، أمريكا بتبعت طيارات، وماليزيا بتنزل بكل قوتها البحرية في المكان اللي الطيارة اختفت فيه. فضلوا يدوروا أيام في المكان ده بس ما لقوش نقطة زيت واحدة ولا قطعة بلاستيك ولا أي أثر للطيارة. ليه؟ لأن الطيارة أصلا ما وقعتش في بحر الصين الجنوبي. الطيارة كانت طايرة وبتنفذ أكتر خطة هروب شيطانية اتعملت في تاريخ الطيران. لأيام طويلة فرق الإنقاذ من الصين وماليزيا وأمريكا كانوا بيقلبوا بحر الصين الجنوبي عليه وطيه، بيفتشوا شبر شبر فيه، بيدوروا على أي حطام أو جثث، بس مفيش أي حاجة. البحر فاضي تماما. وفي وسط حالة اليأس دي بيطلع تصريح من الجيش الماليزي بيصدم العالم كله وبيغير مسار التحقيقات 180 درجة. الجيش الماليزي قرر يراجع تسجيلات الرادار العسكري الأساسي بتاعه. الرادار العسكري ما بيعتمدش على جهاز الترانسبوندر اللي اتقفل في الطيارة عشان يقرأ البيانات، لا، الرادار العسكري بيبعت موجات الراديو، ولما بتخبط في جسم معدني ضخم بترد تاني، فبتظهر زي نقطة كده على الشاشة. الجيش لما راجع التسجيلات لليوم ده لقى مفاجأة مرعبة. الطيارة ما وقعتش من أساسه، بس في نفس اللحظة اللي اتقفل فيها جهاز الاتصال واللي الطيارة اختفت فيه من الرادار المدني، النقطة المعدنية الضخمة دي قامت بعملية التفاف حادة جدا ناحية اليسار. يعني بمعنى أصح الطيارة عملت يوتيرن. الطيارة سابت مسارها اللي رايح بكين ورجعت طارت تاني فوق الأراضي الماليزية مرة تانية. الرادار العسكري رصد الطيارة وهي بتعدي من فوق ولاية بينانج في ماليزيا. وخد لي بالك بقى من التفصيلة دي كويس قوي، لأن ولاية بينانج دي هي مسقط راس الكابتن زهيري أحمد شاه، كأنه كان بيلقي نظرة وداع أخيرة على مدينته. وبعد ما عدت من فوق ماليزيا الطيارة غيرت مسارها تاني وطلعت في اتجاه الشمال الغرب ومشت فوق مضيق ملقا وطلعت ناحية بحر اندمان. خبراء الطيران لما شافوا المسار ده على الرادار العسكري حطوا ايديهم على راسهم. ده مش عطل فني ومش طيارة بتقع، دي طيارة بتطير بعبقرية. اللي سايق الطيارة دي سواء الكابتن أو حد تاني كان عبقري وأستاذ، كان بيتنقل بالنقاط ملاحية محددة بدقة شديدة، كان بيطير على حدود المجالات الجوية بين الدول عشان الرادارات المدنية ما تلقطوش. كان بيعمل حاجة بيسموها في الطيران evading رادار أو التهرب الراداري. تخيل الرعب اللي كان على متن الطيارة دي في الوقت ده. احنا ما نعرفش الركاب ال 237 كانوا بيعملوا ايه. هل كانوا نايمين ومش حاسين بتغيير المسار؟ هل الطيارة اتخطفت؟ هل اللي خطف الطيارة عمل إطفاء لأنظمة الأكسجين في الكابينة عشان يخليهم يفقدوا الوعي ويموتوا في هدوء؟ كل ده احنا مش عارفين. بس الساعة 2:22 صباحا الطيارة بتبعد جدا عن شواطئ ماليزيا وبتدخل في نقطة عمياء تماما فوق بحر اندمان، وهناك
بتختفي حتى من على الرادار العسكري الماليزي. الطيارة بقت شبح حقيقي. فرق الإنقاذ سابت بحر الصين وراحت تدور في مضيق مالقا، بس العالم كله كان بيسأل الطيارة دي راحت فين بعد الساعة 2:22 دقيقة. هل طلعت فوق ناحية الهند وباكستان وكازاخستان ولا نزلت تحت؟ وهنا بتتدخل التكنولوجيا عشان تعمل معجزة رياضية حقيقية وتحل نص اللغز. لما كل الرادارات في الأرض عجزت إنها تلاقي الطيارة، الأمل الوحيد كان في السماء. في شركة بريطانية متخصصة في الأقمار الصناعية، الشركة دي اسمها إنمارسات، عندها قمر صناعي قديم شويتين اسمه إنمارسات 3F1 بيلف فوق المحيط الهندي. مهندسين الشركة دي تواصلوا مع المحققين وقالوا لهم إحنا عندنا دليل يثبت إن الطيارة طارت لساعات طويلة جداً بعد ما اختفت من عندكم. ازاي؟ الطيار اللي خطف الطيارة قفل كل أنظمة الاتصال، بس نسي يقفل نظام فرعي صغير جدا، أو ممكن نقول إن النظام ده عمل إعادة تشغيل لوحده بعد ما الكهرباء رجعت تاني للطيارة. النظام ده عامل زي الموبايل لما تكون قافل الداتا بس التليفون كل شوية بيبعت إشارة صامتة لبرج التغطية عشان يقول له أنا موجود في الشبكة. الإشارة دي في عالم الطيران بيسموها هاند شيك أو المصافحة الإلكترونية. المهندسين لقوا ان الطيارة MH370 عملت 7 مصافحات إلكترونية مع القمر الصناعي البريطاني، وبما ان المصافحة بتحصل كل ساعة ده معناه رياضيا ويقينيا ان الطيارة فضلت طايرة لمدة 6 ساعات كاملة بعد ما اختفت من الرادار العسكري. طيارة ضخمة طايرة في الضلمة لحد الساعة 8:19 دقيقة صباحا. بس المشكلة ان الإشارة دي بينج ما بتقولش الطيارة فين بالظبط، دي بس بتقول ان الطيارة موجودة على بعد مسافة معينة من القمر الصناعي ده. وهنا المهندسين في بريطانيا عملوا حاجة عبقرية، استخدموا قوانين فيزياء معقدة جدا اسمها دوبلر إفكت أو تأثير دوبلر. ركز بقى كده شوية عشان تفهم. عن طريق دراسة الترددات البسيطة جدا دي للإشارات وهي رايحة وهي جاية قدروا يرسموا مسار الطيارة، واكتشفوا الصدمة الأكبر إن الطيارة دي ما طلعتش أصلا شمال كازاخستان، أخدت منعطف قاتل ناحية الجنوب. المسار اللي رسموه كان بيشير لخط طويل جدا ومخيف. الطيارة طارت في خط مستقيم ناحية جنوب المحيط الهندي. جنوب المحيط الهندي ده بيعتبر من أقصى وأعنف وأعمق وأظلم الأماكن على كوكب الأرض. مفيش أي رادارات، مفيش أي سفن بتعدي، بس أمواج جبارة وعواصف شديدة. الطيارة فضلت طايرة في الضلمة في صمت تام لمدة 6 ساعات متواصلة لحد ما البنزين بتاعها خلص تماما. وفي الساعة 8:19 دقيقة صباحا القمر الصناعي سجل إشارة أخيرة ومتقطعة بتدل إن الطيارة فقدت طاقتها بالكامل وإن المحركات وقفت وإن البوينج 3 الجبارة بدأت تقع في دوامة الموت عشان تغرق في المقبرة الزرقاء اللي عمقها بيوصل لآلاف الأمتار في قاع المحيط الهندي. منطقة بقى اللي وقعت فيها اتسمت القوس السابع The Seventh Ark. بناء على الداتا دي استراليا وامريكا وماليزيا حركوا اضخم غواصات متطوره في العالم باجهزه سونار متطوره جدا عشان تمسح قاع المحيط الهندي حتة حتة في منطقة مساحتها 120,000 كيلومتر. تكلفة البحث اتجاوزت 150 مليون دولار. بحثوا سنة كاملة وكام شهر ومفيش أي أثر. البحر بلع الطيارة وما رجعهاش. الناس بدأت تشك في داتا الأقمار الصناعية وقالوا يمكن الطيارة ما وقعتش هنا من أساسه، لحد ما جينا في سنة 2015 والبحر قرر يبوح بأول سر من أسراره. بعد أكتر من 500 يوم من الاختفاء العالم بدأ ينسى. عائلات الضحايا فقدوا الأمل وتكاليف البحث بقت عبء على كل الدول، لحد ما جينا في يوم 29 يوليو سنة 2015 وعلى بعد آلاف الكيلومترات من منطقة البحث الرسمية، وتحديداً في أفريقيا على شواطئ جزيرة صغيرة تابعة لفرنسا اسمها ريونيون. الجزيرة دي موجودة في المحيط الهندي. عمال نظافة كانوا بينظفوا الشط، فجأة لقوا قطعة معدنية ضخمة جدا طولها حوالي 2 متر، لونها أبيض وشكلها غريب ومليانة طحالب وأصداف بحرية. الشرطة الفرنسية أخذت القطعة دي وبعتتها لمعامل تحاليل حوادث الطيران في فرنسا، وبعد فحص دقيق للرقم التسلسلي اللي محفور على المعدن رئيس الوزراء الماليزي طلع في مؤتمر صحفي عالمي
وأعلن الخبر اللي كسر قلوب من 239 عيلة، وقال بقلب حزين ومثقل: أؤكد لكم أن القطعة التي وجدت على جزيرة ريونيون تنتمي يقينيا للرحلة MH370. القطعة اللي لقوها دي كان اسمها القلابة، ودي قطعة بتتحكم في جناح الطيارة البوينج 370. القطعة دي أثبتت حاجتين: الأولى إن الطيارة اتحطمت فعلا ومفيش أي أمل في نجاة حد، والتانية إن داتا الأقمار الصناعية بتاعت إنمرسات كانت صح 100%. الطيارة وقعت فعلا في جنوب المحيط الهندي، وطيارات المية القوية فضلت تسحب الحطام لمدة 1.5 سنة لحد ما رمته على سواحل أفريقيا. وبعد القطعة دي صيادين وباحثين متطوعين لقوا أكتر من 27 قطعة تانية من الطيارة، كلها مرمية على شواطئ مدغشقر وجنوب أفريقيا، ولقوا أجزاء من المحرك وأجزاء من كابينة الركاب وحتى قطع من شنط السفر. بس رغم كل ده الصندوق الأسود وهيكل الطيارة الأساسي اللي جواه أصلا الركاب فضل مدفون في قاع المحيط. عمليات البحث الرسمية وقفت سنة 2018 بعد ما استنزفت مبالغ طائلة والملف اتقفل. بس هل العلم استسلم؟ لا. طول السنين اللي فاتت كان في ناس رافضة تسلم بالهزيمة. في مهندس فضاء بريطاني اسمه ريتشارد جودفري، الراجل ده قضى السنين اللي فاتت بيطور طريقة جديدة جدا ومجنونة حبتين للبحث، طريقة ما بتعتمدش على الرادار ولا على الأقمار الصناعية، طريقة بتعتمد على موجات الراديو للهواء. عشان أبسطها لك، موجات الراديو دي مالية كوكب الأرض، عاملة زي شبكة العنكبوت كده. الموجات دي بتخبط في بعض وترتد في كل ثانية. المهندس جودفري اكتشف إن أي طيارة ضخمة بتعدي في الجو بتعمل زي اضطراب أو شوشرة في الموجات دي، ولأنه قدر يجمع داتا موجات الراديو القديمة اللي متسجلة في يوم 8 مارس 2014 قدر يتتبع الشوشرة اللي عملتها الطيارة MH370 وهي طايرة في الضلمة لمدة 6 ساعات. التكنولوجيا دي خلت جودفري يرسم مسار للطيارة أدق بكتير جدا من الأقمار الصناعية، وقدر يحدد نقطة سقوط جديدة موجودة برضو في المحيط الهندي، مساحتها أصغر بكتير جدا من اللي كانوا بيدوروا فيها، بس موجودة في منطقة مليانة تضاريس جبلية تحت المية. المنطقة دي اسمها بروكن ريدج. داتا جودفري كانت قوية جدا لدرجة إنها صحت القصة من جديد. في أوائل 2024 شركة بحرية أمريكية عملاقة متخصصة في البحث في الأعماق اسمها أوشن إنفينيتي، ودي نفس الشركة بالمناسبة اللي دورت في 2018، بس المرة دي قدمت عرض رسمي للحكومة الماليزية ما يترفضش. العرض ده كان اسمه نو كيور نو في، يعني من الآخر مش هناخد منكم ولا دولار واحد غير لو لقينا الطيارة. الشركة دي جهزت أسطول مرعب من السفن الآلية اللي بتشتغل كلها بالذكاء الاصطناعي وغواصات بدون طيار متطورة جدا اسمها هيوجن AUVS، تقدر تنزل لعمق 6000 متر تحت المية وتصور قاع المحيط بدقة خيالية. الحكومة الماليزية وافقت مبدئيا على استئناف البحث، وفي أواخر 2025 وبدايات 2026 ومع مرور أكتر من 12 سنة على الكارثة، سفن أوشن إنفينيتي بدأت تتجهز عشان تنزل تمسح المنطقة الجديدة اللي حددتها تكنولوجيا الراديو. طب احنا دلوقتي في 2026 والتكنولوجيا اللي بنملكها قادرة تجيب الصندوق الأسود من أعمق نقطة في المحيط ده. بس السؤال هنا، احنا بندور على الطيارة ليه؟ عشان نعرف ايه اللي وقعها؟ طب ايه رأيك لو قلتلك ان احنا عارفين أصلا ايه اللي وقعها، وان ال FBI الأمريكية دخلت في التحقيقات ولقت دليل في بيت كابتن الطيارة بيثبت ان اللي حصل ده كله في الرحلة ما كانش حادثة من أساسه، ده كان أكبر عملية قتل جماعي مع سبق الإصرار والترصد في تاريخ الطيران كله. طول السنين الأولى من التحقيقات السلطات الماليزية كانت بتحاول تبعد الشبهة عن طاقم الطيارة، وكانت بتدافع عن الكابتن زهاري أحمد شاه بشتى الطرق باعتباره بطل قومي ومستحيل يخون شركته. لكن أمريكا كان ليها رأي تاني. المباحث الفيدرالية الأمريكية ال FBI دخلت في التحقيقات لأن كان في أمريكان على متن الطيارة، والأهم من ده كله وأهم أصلا من الأمريكان إن الطيارة بوينج هي صناعة أمريكية، وأمريكا مش هتسمح إن سمعة طياراتها تتدمر وتطلع إنها بتقع لوحدها. ال FBI راحوا لماليزيا ودخلوا بيت الكابتن زهاري. كابتن زهاري كان مهووس بالطيران زي ما قلت لك في الأول، وكان باني جوه قبو بيته جهاز محاكاة طيران فلايت سيميوليتور كده،
بس الجهاز بتاعه ده كان متطور جدا، مكون من 6 شاشات ضخمة عشان يتدرب عليه في وقت فراغه. الماليزيين فحصوا الجهاز ده في أول أيام الحادثة وقالوا مفيش عليه أي حاجة مريبة، ده مجرد راجل بيحب شغله. بس ال FBI ما بيقتنعش بالكلام ده. خبراء السايبر في أمريكا أخدوا الهارد ديسك بتاعه وعملوا له عملية استرجاع للبيانات المحذوفة، ولما قدروا يرجعوا الداتا اللي الكابتن زهيري كان مساحة قبل الرحلة بكام أسبوع، ظهرت حاجة جديدة صدمت المحققين. ال FBI لقوا إن كابتن زهيري قبل الحادثة بفترة قصيرة عمل مسار طيران تجريبي على جهاز المحاكاة بتاعه. المسار ده كان بيبدأ من كوالالمبور وبيطلع فوق بحر إندمان، وبعدين بياخد منعطف حاد جدا ناحية اليسار وبيطير في خط مستقيم للجنوب لحد ما البنزين يخلص ويقع في أعمق نقطة في جنوب المحيط الهندي. أيوة زي ما سمعت كده. المسار التجريبي اللي الكابتن زهيري اتدرب عليه في أوضة في بيته كان متطابق مع المسار الفعلي للرحلة MH370 أخدته ليلة 8 مارس. الوثيقة دي اتسربت لمجلة نيويورك وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن اللي حصل للرحلة 370 ما كانش حادثة وما كانش عطل فني وما كانش اختطاف من إرهابيين. اللي حصل كان عملية انتحار وقتل جماعي مع سبق الإصرار والترصد، نفذها الكابتن زهيري شخصيا. الراجل ده استغل ان المساعد بتاعه فاروق خرج من الكابينة وقام قافل باب الكاميرا بتاعت القيادة اللي هو بالمناسبة بيبقى مصفح، وبعدها قفل أنظمة الاتصال كلها ولبس قناع الأكسجين بتاعه وقام طافي نظام الضغط الجوي في كابينة الركاب. في أقل من 15 دقيقة الركاب والمضيفات كانوا ناموا في هدوء تام بسبب نقص الأكسجين وماتوا من غير ما يحسوا بأي ألم ومن غير ما يلحقوا يبعتوا رسالة واحدة لأهاليهم. وبعد ما اتأكد إن كل اللي وراه ماتوا، الكابتن طار بالطيارة لمدة 6 ساعات في الضلمة لحد ما نفذ خطته ودفنهم معاه في قاع المحيط. السؤال مش ازاي عملها، السؤال هو ليه طار أصلا 6 ساعات كاملين وهو معاه جثث؟ لو كان عايز ينتحر ويقتل الركاب كان ممكن يرمي الطيارة بمقدمتها في الأرض بعد ما قفل الباب ب5 دقايق زي مثلا ما طيار جيرمان وينجز عمل في جبال الألب. الإجابة بتكشف لك جانب مظلم جدا من العقل البشري. الكابتن زهيري كان طيار خبير عبقري في مجاله وكان عارف كويس قوي ازاي تحقيقات الطيران بتشتغل. هو ما كانش عايز بس يموت، هو كان عايز يصنع أعظم لغز في التاريخ. طار 6 ساعات كاملة عشان يوصل لنقطة عامية تماما في المحيط الهندي، نقطة قاعها مليان جبال وبراكين خفية والموج فيها بيمسح أي حطام. هو خطط إنه يخلي الطيارة تقع بشكل انسيابي عشان جسمها ما يتفتتش وضغوط سليمة بالصندوق الأسود اللي جواه في أعماق الضغط العالي اللي بيسحق أي أجهزة، وعشان يضمن إن العالم عمره ما هيلاقيها أبدا. كان عايز يمحي الرحلة من الوجود كأنها ما كانتش أصلا. إحنا عايشين في عالم بنتباهى فيه بتكنولوجيا الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، بنقدر نعرف أنت اتعشيت إيه امبارح من خلال بيانات تليفونك. لكن قصة MH370 بتدينا ألم على وشنا كبشر، بتثبت لنا إن مفيش تكنولوجيا في العالم تقدر تقف قدام العقل البشري لما يقرر إنه يتحول لوحش. كل الرادارات والأقمار الصناعية والأساطيل انهزمت قدام ظلام نفس راجل واحد قفل باب على نفسه وقرر إنه يطفي النور على الكل. لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي في 2026 ومع كل رحلات البحث الجارية الطيارة لسه في قاع المحيط. أهالي الركاب لسه مستنيين إجابة تريحهم. رحلة MH370 ما بقتش بس قصة طيارة اختفت، دي بقت قصة عن الخوف اللي بيمشي معانا كل يوم. الخوف من إن الشخص اللي المفروض يحميك ويقودك لبر الأمان ممكن يكون هو نفسه اللي بياخدك بإيده الجحيم ملوش رجوع. لو حكاية النهاردة عجبتك اعمل لايك واكتب لي رأيك في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة من حكاوي تي.